ايه رايكم؟ مبسوطين؟ دلوقتي مع الفقره اللي جايه مع توفيق المنشاوي. مع توفيق المنشاوي يا جماعه. سلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ سبحان الله، يا اهلا وسهلا. عاملين ايه الاخبار؟ كويسين؟ رضا، هقول لكم الجزء اللي كنا هنقوله وانا داخل. كنت بقول ان انا عاشق للثعالب والطرابيش والمنشات عشان انا اصلا عندي 66 سنه. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اخبار الفيسبوك معاكم ايه الفتره دي؟ ملايط بليطه صح؟ منايل ب60 نيله. والله تبقى قاعد عادي كده في امان الله، وقاعد بتشوف مين كتب، مين ليط، مين عمل اي حاجه. ليط دي هنعرفها بعدين في المراجعات النهائيه، هقولها يعني. فهتلاقي فجأة صفحة جايلك كده مكتوب عليها يقول لك ايه: لن تصدق لن تصدق ابناء الفنان احمد زاهر وكيف اصبح شكلهم العجيب، وكيف اصبحوا بيطلعوا نار من بقهم في الطهور واعياد الميلاد وعيد الربيع الله، ليه مش مصدق؟ انا مصدق عادي والله بجد، انا مصدق. منظرك ايه وانا مغفلك ومصدق كده؟ حمار جدا بصراحة يعني. استغربت جدا لما لقيته باعت لي تاني يقول لك: لن تصدق لن تصدق الفنانة مي عز الدين بدون مكياج. وهي بدون ملابس، ما بدون مكياج قشطة، مش حوار يعني. بس اللي جايه بصراحة دي اللي انا مصدقتهاش لانها كانت غريبة، لا تصدق فعلا. قال لك ايه؟ قال لك لن تصدق. هي كان ادائها فعلا كده. قال لك لو هتعمل بيها برنامج او حاجة بقولها كده يعني. يا الله. فبس قال لك لن تصدق فتاة تم زفافها ففرحت بصور الزفاف. هنا انا بركت على الارض زي الجمل. رياكشن غريب. بعد كده شوف بقى قمة الغرابة معانا توصل لفين. لما فرحت بصور الزفاف شوف الفجر عملت ايه. نشرت صورها على الفيسبوك. سبحانك يا رب، ده قمة الابداع على فكرة. يعني انا كان طول عمري عندي صور حلوة ما كنتش بعرف احطها فين. كنت بحطها على البوتاجاز. دي بقى عرفتني في فيسبوك وحاجات. ما ممكن يعني في ناس بتسقف نسقف معاهم عشان هم شكلهم مش عشاني. الله يخليكم يا شباب، متشكرين، ربنا يبارك فيكم يا رب. تلاقي برضو من الحاجات برضو الجميلة الحلوة اللي أنا حبيتها الفترة الأخيرة في شوية صفحات كده أجمل بقى من الصفحات اللي فاتوا، وهي صفحات بتدعى إسلامية، تمام؟ بس ده في الظاهر طبعا هم بيستخفوا بعقولنا يعني تلاقي مثلا بعت لك صورة يقول لك إيه؟ يقول لك نريد 500 مصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، بس اشمعنى 500؟ يعني لو جالكوا زيادة هتمشوهم؟ تعسوا شوية يكتب لك واشترط الخبرة. عايزين حد معاه ICDL، مع ان الإف ده احلى من اللي فات يعني. سبحان الله. شوف بقى من فجرهم يعني لما البني ادم يجود ويليط، اللي انتوا لسه ما عرفتوهاش ومش هقولها، بس انا خلينا ماشيين مع بعض يعني. فجابوا لك صورة واحدة لا مؤاخذة قاعدة في وضعها لا مؤاخذة، وده طبعا كان طبيعي لانها لا مؤاخذة مش قديسة يعني. طبيعي، انا بكلمكم بامانة يعني. بس اللي ما كانش طبيعي انها كانت فرشة المصلية تحتيها. طبعا صورة قذرة جدا طبعا يعني، تمام. بس هل هم هيعالجوها حلو؟ لا، هم عالجوها بكومنتين لطاف جدا، واحد فوق الصورة والتاني تحت الصورة. فوق الصورة قال لك ايه؟ قال لك اقسم بالله العلي العظيم سوف اضغط لايك ثم اكتب كومنتا مكتوبا فيه عدفوه. قذرة امك دي، قاعدين في زريبة، عايز تف في منديل مش في وشنا. جالي برد انا اليوم ده عشان عطس في وشي او تف في وشي، هي حتة كده انا اتعالجت الحمد لله يعني. والله زي ما بقول لك فعلا. المهم فجأة تعالوا بقى نتفاجئ بالكومنت اللي تحت الصورة. قال لك ايه؟ هو كان كده قال لك ايه؟ على فكرة انت اقسمت ولازم تبر قسمك. بابا ربا ربا بابا ربا ربا. بيغفلني وبيحلفني من اللذينة. حلوة دي يا الله. حسيت فجأة برضو ان انا متزاول قوي من الرياكشنات اللي هم عملوها جديد دي. يعني احنا طول عمرنا يعني متربين ان في لايك، في كومنت، في شير. لا، تلاقي فجأة حاجة غريبة، في رياكشنات
اللي هو شي واحد بيعيط، واحد بيعمل بيبي، واحد بيغسل ايده وينشف في الكنبه، بتبقى حاجات كده انا خدت بالي منها، انتوا ممكن ما خدتوش بالكم منها. بس انا اللي غاظني استخدام المصريين للحاجات دي. يعني انا مثلا مره كاتب انا الحمد لله ربنا رزقني بثعلب، دي حاجه لطيفه، انا بحب الثعالب زي ما قلت في الاول. لقيت واحد داخل عامل لي رياكشن حزين، انت تايه يا ابني، جاي بوست غلط. ايه الخيبه والقرف ده؟ حرق الدم والله العظيم. يا الله. اكتشفت كمان برضو ان انا بتضايق من اليوتيوب. يعني انا عندي عاده غريبه كده، انا احب اجيب فيديوهات غريبه على اليوتيوب. يعني مثلا صراع اسد مع نمر، صراع بطه مع بتاو، صراع أجنة وحربة، بتبقى حاجات كده معينة. بس اكتشفت ان في ناس اغرب مني، اللي هي الناس اللي بتكتب كومنتات. يعني انت مثلا شايف اسد ونمر بيتخانقوا، المفروض تقول ايه؟ المفروض مثلا تقول سبحان الله، ما اجمل هذه الطبيعة اللي على ابوها، يعني اي حاجة من الحاجات دي. ممكن نسقف مع زميلتنا. هي بس الاغرب من الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها دي، في ناس كده تخش تعمل منشن لاصحابها. يعني دخل واحد قال لك ولا امك يا كبت، ليه؟ علاقه ده ايه بالاسد والنمر؟ انا مش فاهم. يعني دخل التاني طبعا ما سكتش قال له امك انت. يعني انتوا سايبين الكون كله جايين تتخانقوا على اليوتيوب؟ ده ايه العالم القرف دي؟ يعني متخيل والله دول قاعدين على القهوه فقفشوا في بعض كده، اللي هو يا طب لما نقعد على النت والله العظيم لو اوريك. كان في أغنية جميلة أوي أنا بحبها، أغنية لا تبكي بتاعت حمزة نمرة. عارفين حمزة نمرة صح؟ ممكن نحييه مع بعض، الراجل ده أنا بحبه أوي. الأغنية جميلة واستمتعنا واتبسطنا وبتاع، بس في ناس كده لونة، في ناس كده اللي هم بيلقطوا الحاجة وهي كده. دخل واحد طلع له غلطة في الأغنية، شوف الفجر، دخل قال له مع كامل احترامي ليك يا استاذ حمزه والله انا اسف بجد يعني، بس انت بتقول مهما عصفت ضد الريح لن احني في يوم ظهري، بس هي الصح بتاعها يعني هي مهما عصفت ضد الريح فلن احني في يوم ظهري ولكم جزيل الشكر، انا اسف انا ايه. انت عبيط، ده متخلف عقليا ده. يعني انا مش فاهم والله بجد، يعني ايه النتائج المترتبه على الكومنت ده؟ يعني مثلا هيشيلوا الاغنيه هيسجلوها وينزلوها تاني. يعني انا تخيلت والله حمزه نمر كده قام بص على الكومنت، فاللي هو فتح اليوتيوب كده اللي هو يا حزني طلعوا لنا غلط في الاغنيه، يتيم العمل تعالوا بعد الالافات المؤلفه اللي صرفناها دي، يا خرب بيتك يا حمزه هننزلها من اول تاني ولا نعمل ايه؟ وركبوا اليوتيوب بالعكس بقى وكانت ليطه. فجاه كده لقيت نفسي اتنرفزت، قمت متصل بواحد صاحبي، قلت افرغ شحنه الغضب اللي عندي. فغضبت اكتر ان لقيت معيش رصيد، وبعدين بعد ما غضبت حسيت ان انا عبيط، اغضب ليه؟ بس عرفت ان انا غضبت علشان هي الولايه غضبانه. عفوا رصيدكم الحالي لا يسمح لاجراء المكالمه، الرجاء لا مؤاخذه الشحن وعدد. ما تسبيه لي احسن، تعالي كليني بالجزمه على وشي، فيه ايه؟ بعدين مجرد معيش رصيد ما تعنتكيش في شرفك يعني. يا الله، اللي كان يضايق اكتر الرسائل اللي بيبعتوها خدمات، هو المفروض بيخدموك بس هم بيدفنوك على الارض. يقول لك لخدمه سلفني اضغط 1، فانت بكل صفاء نيه وعبط وسذاجه تروح تضغط 1، تلاقيهم باعت لك رساله تانية عفوا انت غير مشترك في هذه الخدمه. انا مش ابن اختك بتهزر معايا، قله الادب والمسخره اللي على المسا دي. اتضايقت جدا بقى بصراحه. في شويه رسائل كده بعتوها لك، قال لك لتقويه لغتك الانجليزيه، تمام؟ بس هو الحقيقه هي مش بتقوي اللغه الانجليزيه، هي بتضعف البني ادم كنفسه. يعني تلاقيه والله بيبعت لك حاجات قمه في البديهيه، يقول لك ايه لو في واحد صاحبك انت شفته الصبح هتقول له ايه؟ جود مورنينج ولا هاي اي ونت تو ايت بوتيتو؟ اكيد هقول له جود مورنينج، اكيد اللي هو صباح الخير يا تيفا، هو واحد بطاطس والنبي وزود شويه فلفل وطحينه كده. بس حلو والله الإف ده كويس كويس غالي يعني. رميت التليفون، فتحت التلفزيون،
دي كأنها مطلع أغنية يعني. أحب أوي الإفيه اللي بيتم التفاعل عليه في العيد ده، اللي هو ترمي في رمضان تلاقي في العيد. لقيت شوية إعلانات كده حرقت دمي، يعني من أكتر الإعلانات اللي بتحرق دمي إعلانات الشعر بتاعت البنات، فنركز إحنا كبنات أو أنتوا كبنات، أنا مش بنات يعني. كده هتبقى بنت زبالة لو بالمنظر القرف ده يعني. فالمهم تلاقيهم دايما جايبين نجمه مشهوره كده، طبعا مش هنقول اسمها يعني، وتقوم بقى ايه قاعده بقى ماسكه الشامبو بقى، واللي هو تقعد تدلق على شعرها، واللي هو وتقعد تتحرش بنفسها لحد اخر الاعلان كده. وبعد كده في الاخر تكتشف انها لابسه باروكه، بتسقي باروكه شامبو. عارف والله عامل زي عيل صغير بيزرع جرجير في السجاده. كانت حلوة جدا، كان اعلان بقى جميل انا حبيته صراحة. عارفين اعلانات المياه الغازية؟ تمام، لا مش هقول برضه اسمها كده. فاللي هو يجي يقول لك ايه، تلاقي بقى الاعلان بادئ اللي هو واضحكوا والضحكة هتبقى ضحكتين وتنف، لا يعني اظبط صوتك ونضحك. البلغم والقرف اللي احنا فيه انا وانت ده مش حلو، مش كويس. المهم يعني قاعد ونضحك والضحكة تبقى ضحكتين وزفت وبتاع وكده. فبعدين يعني قشطة، انا ما كنتش متضايق قوي، بس اللي ضايقني اكتر ختمها لك في الاخر بمقولة كده، قال لك ايه؟ قال لك اشرب تفرح. يعني ايه اشرب افرح وانا بشرب خمرة؟ يعني ايه اللي هيفرحني؟ والله بجد متخيل انا رايح للكشك، يلا السلام عليكم، ايه القرف عليكم على دماغك، عندك زفت ميه غازيه عليكم، ها اضحك والضحكه هتبقى ضحكتين وتنف اتنين. مش معقول. اللي ضايقني جدا الاعلانات بقى اللي هي الملصقات اللي بتبقى في الشارع دي، يعني تبقى ماشي كده تلاقي سور مترشق باعلانات مدرسين الثانويه العامه بقى، محمد ابو ربيعه حوت الفلسفه، محمد ابو عاطف كلب الجغرافيا، محمد ابو اسحاق. محمد ابو اسحاق امبراطور الاحياء. انا هنا تساءلت، هو احنا في الدوله الفاطميه؟ ليه الالقاب دي كلها؟ ليه النوش ده؟ شكرا توفيق المنشاوي، شكرا. مساء الخير، وحشوني والله. انتوا ناس زي العسل، ان انتوا يعني مشرفين النهارده، وانا مبسوط قوي. انا مش فاهم انا بقول ايه، بس مش مشكله يعني. دلوقتي مع الفقره اللي جايه مع الفنان امير عزت. مسا على الناس الكويسة. أيوة بقى، معلش يا جماعة أخرناكم بقى وتعبناكم معانا. عاملين إيه؟ إيه؟ لا أنتوا نمتوا ولا إيه؟ نصحصح كده، صحصح مع بعضينا. ممكن طب أطلب طلب كده أشوف إيه ظروفكم؟ ممكن كلكم تقولوا مع بعض مبروك بصوت عالي؟ 1 2 3. الله يبارك فيكم ويفتح نفسكم يا رب. طب الجنس الناعم عامل إيه؟ لازم على حاجة؟ عادي باركولي، إيه المشكلة يعني؟ طب بقول لكم إيه؟ ممكن بنات عامله ايه؟ سمعوني كده بنات. اعلى بنات. يا خبر ابيض، كلكم روحتوا بدري حبايب قلبي. يا جماعه احنا في مصر بيقولوا عننا بره حاجات كتير جدا، يعني السمعه طالعه علينا جدا يعني. فمبدئيا كده المصري معروف بايه مثلا؟ الله عليكم، الله على الجبروت. المصري فعلا معروف بجبروته. انا كنت من كام يوم في الشارع، فقررت كده اروح اسال واحد، فبقول له لو سمحت ميدان الشهيد ميكي ماوس اروح له منين؟ قال لي الشهيد ميكي ماوس، الشهيد ميكي ماوس ما قالكش جنب ايه؟ قلت له متفرع من ديزني. يا باشا ديزني، حضرتك بس تخش ايه اليمين في شمال. طب انا امشي ورا بقك ولا ورا ايدك حضرتك؟ ده فوق حاجه وتحت حاجه تانية خالص. واليمين ده ما فهمتش بيروحوا له ازاي، عارف اللي هو تاخد شمال في يمين كده، ما عرفتش بتمشي ازاي. وبعدين ولا هو معتمد على اليمين، انا رايح اليمين فيوصف لي. كانت الحكايه غريبه جدا، ما فهمتش احنا ليه بنقول الكلام ده، نعقل الكلام شويه قبل ما نقوله. بس الجبروت، لا الجبروت عالي عندنا. يعني انا مثلا اتخيل ان المؤرخ الشهير هيرودوت
كان قال زمان مصر هبة النيل. اعتقد الراجل ده لو عايش دلوقتي كان قال لك مصر هبة حبيبة قلبي ترنكة هتفرتك. بنقول حاجات في حتت تانية خالص بقى. يعني انا كان نفسي ان احنا الاحتلالات اللي جت عدت علينا دي كنا خدنا منهم اي تاتش كده ينفعنا في حياتنا. يعني لو رجعنا كده بالزمن جالنا احتلال فرنساوي، ناس رقيقة كده وديليكان، راحت رايحة شافت القاهرة قالت لك اوه لا لا تري جولي تري جولي، احنا هنسمي الحتة دي بو ليك دوكير. بصوا الرئة، بو ليك دوكير، بحيرة القاهرة الجميلة. استا ما ياكلش الكلام ده، مع اسمها بلاد دكرور. اقسم بالله بلا ولا بالعلا، يا تتبلق معانا هنبلق معاك يا اسطى. الناس سمعت الكلام ده طلعت جري على المنصورة وقالت تحط البذرة بتاعتهم هناك. جابوا عيال شعرها اصفر وعينيها زرقاء. العيال بقى الصغيره بتلعب مع بعضيها كده لعبه لذيذه بيعرفوا منها ايه مين الاول، فيقول لك كي ليه لي بغيمييه، كي ليه لي بغيمييه. العيال المصريين جنبيهم بقى كيلو باميه القطه العاميه. فاحيانا كله باميه، هي حسب يا بتوزن يا بتاكل، يعني انت وحظك. يقول لك كيلو باميه القطه العاميه سرقت قميصي. عاميه وسرقت قميصك ازاي يا ابن العاميه؟ اكيد مش قصدها. بعدين قميصي الانجليزي ده احتلال فرنساوي، ركز. اخص عليك يا بتاع الكحك. ليه نخص على الراجل ده؟ بيحلي بقنا والدنيا لذيذه وجميله وبتاع، نعمل في الراجل ده ليه؟ ده جميل والله. عدى الاحتلال الفرنساوي جالنا ايه؟ احتلال تركي. اهلا وسهلا باشا حضراتكم. دخلوا كان في ازمه ساعتها في مصر، ازمه ملح، فكان اي حد مطلوب منه يخش مصر لازم يجيب ملح معاه، فالملح بالتركي يعني طز. فاي حد كان بيجي يقول له طز، يقول له ايوه، يقول له فيش. طز ايوه فيش. فانا متخيل ان احنا لو كنا كملنا بقى والاتراك مكملين معايا، تيجي تقعد كده في مطعم ولا حاجه، اكسكيوز مي بس الرز مطزز قوي، لا سمعت قلل لي طزه. بعدين يعني ونشتم بعض، نقول لك بقى ايه طز فيك، ما احنا كلنا فينا طز على فكره، ما بتعرقوش محدش بيعرق. حاجات غريبه بنعمل في نفسنا. بعدين الاتراك بقى ايه حكمهم تمدد الى اوروبا. انا لما رحت ايطاليا لقيتهم هناك بيبوسوا 3 بوسات ماشيين على السنه في ايطاليا. تروح بعد كده على الخليج، خبر بيبوسوا في مناطق ما ينفعش يتباس فيها الصراحه، والله العظيم تلاقيه بيبوسك في كتفك وواحد يبوسك في مناخيرك. طب دي لو جلت بقى هنعمل ايه يا اسطى؟ هيقولوا علينا ايه في مجتمع شرقي حضرتك؟ مناخيري ايه الحلو ايه السكسي؟ مش فاهم بيعملوا كده ليه. نيجي في مصر بقى عندنا بوسه مختلفه عن الجميع. بوسه عمته لازم تبوسك من كل النواحي. بوسه ايه؟ ده الجديد بقى، ده يخش هنا بدماغه وبعدين يخش. بننقل امراض اصلا لبعض. احنا البوس عندنا مش مفهوم بصراحه. يعني انا لما باجي ابوس حد بتلاقي ايه تلاصق خدود، حط خدك في خدي، يعني افرق عندك فسفوسه معفنه. طيب ايه وفين البوسه في كده اصلا؟ احضني ونخلص، يلا نمشي على المبدا ده، نحضن لا بوس بلا بتاع. بعد كده ايه تكمل، روح على الاحتلال. بعد كده جه الاحتلال الانجليزي بقى، ناس شيك في نفسها وبتفرق شعرها من الجنب وبتاع وحاجه ايه. راحوا وسط البلد قال لك لا، المصريين عندهم مطره في الشتاء وبعدين بيرشوا ميه كتير في اي حته اول ما بيفتحوا، فاحنا محتاجين نعمل لهم على جنب الطريق باك اب بورتس. ليه؟ عشان الميه تنزل فيها. خليناها بكابورت، ما لازم يطفح في وش اهلنا. بكابورت ايه يا جدعان؟ بصوا الرئه باك اب بورت، بكابورت. حاسين باللي انا حاسه ولا مش حاسين؟ جم برضو الانجليز زهقوا، عيالهم كانوا مثقفين شويه، عيال صغيره ومثقفه، تيجي ايه بيلعبوا لعبه جميله بيكتشفوا فيها مع بعض المعلومات العامه، اسم جماد، اسم حيوان، اسم ولد بنت بلد مش عارف ايه، واللي يخلص الاول يروح قايل ايه ستوب ات كومبليت. المصريين بقى اذكى طفل في العالم، اتوبيس كومبليه. هاتولي اتوبيس في مصر كومبليه وحياة ابوكو، ده في اشلاء ورجلين طالعه من كل حته وناس عامله كده من الازاز ايه يا جماعه؟ The first, I am so sorry. ثانيا مع فرق النو بالانس. وحشتونا. الاغنيه الجايه مين بيحب مامته يا جدعان؟
يا سلام. شايفك هقول لها يعني هي كلها بتوصل. هي الأغنية لا اللي- لا اللي لا جاية- استنى بس مين بيحب مامته بجد؟ عشان اللي انتوا مصرين يعني، عشان الكاميرا بتصور بس مش اكتر. اه طيب الأغنية دي احنا عملناها بمناسبة عيد الأم. عيد الإيه؟ يلا. انت ليه بتختبرهم؟ مش عارف ده اختبار كويز كده فجائي. طيب الاغنيه اسمها يما. عملنا لها فيديو كده بس جاب 20 فيو. وال 20 فيو كانت مامتي اون ريبيت. ده بيعمل فيها كده ازاي؟ المهم فالاغنيه دي بتقول ايه بقى؟ أول ما وعيت عالدنيا لقيت أمي قفشة في أبويا عشان نسي البامبرز والتتينة. وتاني يوم لقيتها ماسكة في أبويا وزنقة في الحيطة وبتضربه بسكينة. الراجل مات. وبعدها ب3 سنين لما عملت على روحي زي بقية العيال لقيتها حمرا وزي التنين وبتلسعني على البوت الشمال. فاكران ابويا ولا ايه ياما؟ ليه كده ياما؟ دي حمرت ياما وورمت ياما مش عارف البس بناطيل. فاكرة لما وريتك البنت اللي بحبها وقلت لي دي شبه خالتها؟ وبعدها لما وريتك ابو البنت اللي بحبها ورحتي اتجوزتيه انت يا ماما ضحكتي عليا وقلتي لي اني عيل حلو وشكلي جميل. وبعدها ب7 سنين اكتشفت اني شبه ابن حنبله. قولوا ياما ليه كده ياما؟ دي مزة ياما دي طارت ياما. I said sorry ماما يوم ما اكلت الروش مش كده. I said I'm sorry ماما عشان ما رفعتش قعدة التواليت. I said I'm sorry ماما يوم ما رجعت من الجامعة من غير بوكسر. I said I'm sorry ماما I said I'm sorry ماما. يا لهوي. شكرا يا جماعه لجميع الامهات اللي ولدونا ولاده طبيعيه مش القيصريه. قولوا معانا مش هاكل سبانخ ولا هاكل قلقاس ولا عاوز سبانخ. مش هاكل سبانخ. انا عاوز همبرجر. انا عاوز همبرجر وبيتزا بهمبرجر مكرونه بهمبرجر حاجه بهمبرجر يما. شكرا. يا قلبي يا هالامهات. يا جماعه من ساعة ما اتولدت وامي بتحاول تقتلني يا جدعان بجد. كنت رايح اخطب يعني وفي دبلة فانا خطبت eventually يعني بعد معاناة. وكنت رايح اخطب في مرة كده واحنا بناكل مامتي قالت لي على فكرة التخن ده بيقلل الخصوبة. احنا رايحين نخطب دلوقتي. لا شكرا متشكر ياما متشكر. ستاند اب عربي كوب. ستاند اب عربي كوب. بعد تعب في محاولة وعمر فات ووقت ضاع. بعد المجاولة والمزاولة والاشتغالة والصراع قررنا نعمل افتكاسة من غير غلاسة أو غلاسة. وبعد وقت من الدراسة ويجي 60
بيحصل